وكان سيدنا عمر راكبا على دابته، وإذا به يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيبه. وها هنا كرر الأمر مرة ومرة، فلما رأى عدم الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام ثارت في نفسه شكوك، ورأى أن ذلك الإعراض من النبي عليه الصلاة والسلام ربما يكون فيه شيء من الحرج له، لكنه لم يكن كذلك، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في لحظتها كان مشغولا بالوحي، فلم يكن بالإمكان أن يرد عليه، وهذا هو السبب في أنه لم يجبه. ولعل في المسألة هنا في هذا النص أنه يباح للإنسان أن يسير على دابته ليلا، وهذه الإباحة تكون في إطار الإطاقة كما يقول الفقهاء، بحيث أنه لا يكلف الدابة فوق ما تطيق. وعدم الإطاقة كما نص عليه البعض إنما هو أن يسير بالدابة ليلا ونهارا، ففقهاؤنا يقول له لا بد للدابة أن تستريح، أن لها حقا، فإن استراحت نهارا جاز له أن يركبها ليلا، وإن استراحت ليلا جاز له أن يركبها نهارا، ولكن لا يكلفها عنة. والأمر متروك للعرف العام ما تعود عليه الناس، بحيث أن هناك من يمشون بالليل وهناك من يمشون بالنهار. المسألة تدخل في الإباحة، وإنما تؤخذ الأمور بقدر ما يحتاجه الظرف ويحتاجه العرف، تتحقق به المصلحة، وتؤدى به ما يحقق للإنسان راحته، وللمسافر اطمئنانه، وللمقيم هناءه. هذا هو المبدأ الذي منه، ولكن المبدأ دائما لا يخرج عن إطار الرفق بالدابة. وقد شكى جمل للنبي عليه الصلاة والسلام، شكى له أن صاحبه يكلفه فوق طاقته، وعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهاه أن يفعل ذلك، وقال له إن هذا الجمل قد شكى لي أنك تكلفه فوق طاقته. فالمبدأ هو الرفق، وهذا الأمر الذي الآن تتجاذبه بعض المنظمات في العالم أجمع بدعوى الرفق بالحيوان، والمفروض أن يرفق بالحيوان ويرفق بالإنسان أيضا، لأن غض الطرف عن الرفق بالإنسان وهو يقتل ويدمر في العالم أيضا مسألة كبيرة. والشاعر يقول عن هذا المسلك الذي به يسلكون فيرفقون بالحيوان ويدمرون الإنسان، قال: قتل كلب عابر مسألة لا تغتفر، جريمة، قتل كلب عابر جريمة لا تغتفر بدعوى الرفق بالحيوان. قتل كلب عابر جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هذا منطق الكيل بمكيالين بالنسبة للقوى الكبيرة، بالنسبة للمستضعفين في الأرض من شعوبنا. لكن مبدأنا في الإسلام إنما هو الرفق بكل نوع من الحيوانات والإنسان، وإعطاء كل ذي حق حقه مما سنته الشريعة وبينته حقائق الدين. وكان لنا فيه في تاريخنا الإسلامي الكبير مواطئ لإعطاء المثال الراقي وإنارات مضيئة لا يمكن أبدا أن تكون موجودة إلا في الحضارة الإسلامية الراقية. ثم إن عدم جواب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النص الذي بين يدينا إنما كان للاشتغال بالوحي، وعمر لا يدري، ربما كان الليل يمنع، ربما كان الليل كان يمنع ذلك، ولكنه لم يكن يعلم، فخاطب النبي، ويظهر أن كانت بينه وبينه مسافة ليست بالبعيدة، فخاطبه وما كان يدري حاله. هذا الذي يجب أن يكون بين الناس، يجب أن يعذر الإنسان أخاه حينما لا يتأتى له أن يجيبه، إذ كثيرات هي المواقف التي يطلب أحدهم فيها أن يستفسر عن شيء أو أن يأمر بشيء أو أن يقول شيئا،
ولكن المخاطبة لم يكن في ظرف يسمح ولا في فرصة تسنح، فإنه آنئذ يجب أن يعذر، لأنه لا يدري الإنسان ما عذره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: التمس لأخيك 70 عذرا. وقال ابن دقيق العيد: لو وجد الإنسان فوق 70 من الأعذار لالتمسها، لأنه هذا على شاكلة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وكان يقول بأن 70 ولا 80 ولا 100 ولا 200 لن يتحقق ذلك الغفران. وها هنا نفس الشيء، ها هنا نفس الشيء، التمس لأخيك 70 عذرا، ولو كان لك فوق 70 أن تلتمس التمس، لأن المجتمع يجب أن يبنى على حسن الظن، وعلى أن يكون هناك رفق ومعاملة بصفاء القلوب، لا بالنيات المسبقة ولا بسوء الظن ولا بما يعامل به الآن البشر في زماننا هذا الذي نحن فيه في كل أنحاء الدنيا. يجب على الناس أن تصفو علاقاتهم حتى يعيشوا دينهم على الحقيقة، ويحققوا كماله وجماله ورونقه وبهاءه. هذا أمر جميل. ربما ظن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع، أو أنه تغافل عنه، تغافل أكثر من مسألة أنه لم يسمعه، لأن التغافل فيه شيء من التوبيخ أو التقريع أو الزجر عن فعل الشيء، وهذا يقع كثيرا في الحالات. فقال: ثكلتك أمك عمر. هذا كلام سيدنا عمر، قال: ثكلتك أمك، وثكلتك بمعنى فقدتك، أي هلكت. هذا هو المعنى، ثكلتك أمك. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن اللسان لسيدنا معاذ قال له: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بما نقول؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هذا الذي أوردني الموارد كما ورد في الأثر، اللسان هو الذي يوصل صاحبه. فقال: ثكلتك أمك، ويظهر أنها موجودة في البيئة، أنها لا يقصد منها الهلاك ولا يقصد منها الموت، ولكنها لازمة في الخطاب، هي لازمة موجودة في كلام الناس، كأن تقول لأحدهم: ولدك لما لا يأتي بأمر تقول له وقد رأيته بين يديه، تقول له: ثكلتك أمك، أو موجود الأمر بين يديك، أنت لا تريد هلاكه، ولكنك كنوع من الخطاب موجود بين الناس يقال، والله تقول: قاتلك الله، قاتلك الله. هذا الأمر سهل بسيط، هذا يقال كثيرا وهو موجود. لذلك سيدنا عمر قال: ثكلتك أمك عمر. وهناك رواية فيها ياء النداء مثبتة، لأنه في الأصل ثكلتك أمك يا عمر، ثكلتك أمك يا عمر، فياء النداء هنا محذوفة في رواية الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ولكن في رواية فيها مثبتة، والأصل هو إثباتها، الأصل يا عمر، ولكننا نستطيع أن نقول عمر باعتبار أننا نقول يا عمر فنحذف النداء، لأنه يعرف من رنة الصوت مقتضى الحال من القرينة الموجودة في السياق، نفهم الأمر بلا إشكال. فأقول: ثكلتك أمك يا عمر، أي فقدتك، وعمر منادى بحذف أداة النداء، يا عمر أصلها. نعم. كان جرير قد كتب لما جاء إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وقف يوم أن نصب في الخلافة، قال: يا أيها الرجل المرخي، قال لابن أبي أرطع الفقيه المستشار سيدنا عمر بن عبد العزيز، قالوا: أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني، يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني. أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني، يقول له بأنني محبوس، لا أنا أعطيت الجائزة ولا أنا سرحت، وهو يطلب منه العذر. ومثلها هذا خطاب لسيدنا عمر، ويقول له: يا عمر. والحوطيئة أيضا نادى سيدنا عمر: ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة لما حبسه، لما هجا
قوما حبسه سيدنا عمر، قال له: ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. يا عمر أيضا هنا مناداة بالنداء، فينادى سيدنا عمر بن عبد العزيز أو سيدنا عمر بن الخطاب، ينادى عمر وينادى يا عمر، القرينة واحدة، فيكون المعنى دالا على ما يراد منه. لكن الدعاء هنا في نفسه إنما هو الدعاء على نفسه بنفسه، وقال: ثكلتك أمك عمر، فهو دعا على نفسه بسبب ما وقع له من إلحاح، وبسبب ما وقع من إعادة السؤال على النبي وهو لا يجيبه، فألح عليه مرة وألح عليه مرة وألح عليه مرة، فإذا به يدعو على نفسه. فلما دعا على نفسه إنما دعا لما رأى من مبالغته في غير موضعها. وابن الأثير يقول بأنه الدعاء على النفس بالموت لا يقدم ولا يؤخر، لأن المسألة مفصولة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمسألة مفصولة قبل أن تخلق الروح، وهي ما تزال في بطن أمها، يكتب لها عملها وأجلها، شقي ورزقه وشقي أو سعيد، يكتب له أجل موجود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجل. فالمسألة مفصولة، قدر مقدور، لا يمكن للإنسان أن يتدخل فيها. وهو وإن دعا عن نفسه بالموت فإن المسألة لا تقدم ولا تؤخر، مسألة وقتك، لا يقدم لك ولا يؤخر. حتى بعض الناس بعضهم يتشاءمون من ذكر الموت ولا الدعاء بالموت أو شيء من هذا القبيل، فيقال لهم إن المسألة بيد الله، الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله تعالى هو الذي يقبض وهو الذي يرسل النفس إن أراد لها أن تزيد حياتها. ولهذا الإنسان لما يفيق صباحا يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان يمكن للإنسان أن ينام فلا يقوم، ينام فلا يصحو، وكثيرون الذين وقع لهم هذا، أنه نام فما قام، فوجد نفسه قد ذهب إلى ربه. فالإنسان لما يرجع إلى الحياة ويفيق ويجد نفسه يتنفس وقلبه يدق وحياته موجودة، يحمد الله، يحمد الله تعالى، لأن الحياة إنما هي دقات قلبك، توقف القلب توقفت الحياة. شوقي رحمه الله قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، واصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها سيان. وقد كان بعض العلماء قديما يستشهدون بقول القائل: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. مهما احتاط الإنسان إذا كان الموت قد آن فإنه لا مفر من الأوان، لا مفر للإنسان منه. ولذلك فإن الإنسان يعلم يقينا بأنه دعا ولم يدعو على نفسه، ولكنه لا يجوز للمؤمن أن يدعو على نفسه ولا أن يتمنى الموت. ولكن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وآمتني ما كان الموت خيرا لي. لأنه أحيانا يتمنى الإنسان أن يموت، يتمنى أن يموت ولا يموت. هؤلاء أصحاب الآلام الشديدة المبرحة في العالمين، وكثيرات هي المشاكل التي نسأل الله تعالى أن يقينا جميعا منها. فلا بد أن يقول. قد قال أحدهم مرة، قال: تلك الحياة عجيبة تمر تدل على كل غريبة، تلك الحياة عجيبة تضم كل غريبة، فانظر لها وتأمل تلقى الأمور عصيبة، فالمرء يسعى ولكن لكي ينال نصيبه، ما نال حي محالا ولو أطال دبيبه، فرب شيخ تلوى وصار مثل الزبيبة، يحيا بغير حياة وقد تموت الشبيبة، لله فينا شؤون تعي العقول اللبيبة. فربما تمنى الإنسان الموت ولا يجده،
بعد أن يبلغ أرذل الأمور ولا يكون عارفا بدنياه ولا بحاله ولا بمآله، وإنما هو مستطيع بالغير كما يقول بعض الفقهاء. فها هنا قالوا إن تمني الموت لا يجوز لك أن تتمنى الموت. قوله نظرت رسول الله، هذا كلمة قالها سيدنا عمر، قال لنفسه يلومها، قال نظرت رسول الله. نظرت هنا بمعنى ألححت وبالغت في السؤال، هذا معنى نظرت. قال نظرت رسول الله بمعنى بالغت وألححت عليه في السؤال، أو أنني راجعته وأتيته بما يكره. هو ظن أنه فعل هذا، أنه ألح على النبي وأنه راجعه وكان يجب أن يسكت. هناك رواية نظرت بالتشديد، نظرت رسول الله، نظرت بالتخفيف، ونظرت رسول الله بالتشديد، هناك رواية ثانية، فهي موجودة. وهنا نظرت من المبالغة أيضا، نظرت هي ناظرت مبالغ فيها، فيقول نظرت رسول الله أي أنني قلت ما جعله يسكت عني ولا يجيبني. ولعل هذه الرواية بالتشديد هذه أنكرها بعضهم. الإمام الهروي قال سألت 40 ممن لقيت عن نظرت ونظرت، فقال ما سمعت أحدهم إلا نطقها بالتخفيف. سألت 40 من أهل العلم وليس من الناس العاديين، قال سألت 40 ما وجدت أحدهم إلا نطقها بالتخفيف وليس بالتشديد. الإمام مالك وضعها هنا في الموطأ بالتخفيف، قال نظرت رسول الله. هو سأل 3 مرات والنبي لا يجيب. قالوا هذا فيه دليل على سكوت العالم إذا سئل عن شيء لا يريد أن يجيب عنه. كثيرات هي الأمور التي تطرح على عالم من العلماء ولكنه لا يجيب. قال فإذا لم يجب لا يجوز للسائل أن يلح المرة والمرة والمرة، لأن له عذرا يجب أن يؤخذ، وللعالم أن يجيب وله أن لا يجيب. كان سيدنا مالك من هذا النوع، كان لا يجيب كل الأسئلة، حتى أنه سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، ما أجاب. وكان يقول من قال لا أدري فقد أفتى. وقال للرجل لما قال له ماذا أقول لمن بعدي، ماذا أقول لهم، قل جئت من إفريقية من المغرب الأقصى، من المغرب الأوسط، جئت إلى المدينة المنورة أريد أن أرجع لهم بأجوبة، فما أجبتني إلا 4 مسائل عن 4 مسائل. فقال له الإمام مالك إذا رجعت إلى من خلفك فقل لهم قال لكم الإمام مالك لا أدري، أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى النار؟ هذا من ورعه، وقد كان يدري ويدري أنه يدري، ولكنه يريد أن يعلم الناس أنه ليس كل سؤال يجاب عنه، وأن الأمور تؤخذ بالأولويات، هناك أمور يجاب عنها وهناك أمور يسكت عنها. هذا يقدره العالم. وقد وصفه الواصف قال يأبى الجواب، سيدنا مالك رضي الله عنه قال يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الملوك وسر سلطان التقى، وهو المهيب وليس ذا سلطان. كان يحيى بن يحيى الليثي رضي الله تعالى عنه صاحب الرواية هذه التي عندنا، قال لقد رأيت ملوك الأندلس خلفاؤها الذين كانوا يملؤون الدنيا وخاصة عبد الرحمن الداخل، قال فرأيت له في سلطانه هيبة، ورأيته يخافه ويهابه الوزراء والعظماء والقضاة وأرباب المكانات. قال فلما جاء إلى المدينة قال وجلست مع الإمام مالك في حلقته، قال والله هانت علي هيبة خليفة الأندلس أمام هيبة الإمام مالك في مجلسه العلمي. فالمسألة إذن مسألة تقتضي أن يعطى للعالم حق في أن يعطى له الحق في أنه يجيب أو لا يجيب. هذا الذي يستخرج من هذا المعنى. قال فحركت بعيري، وهكذا قال لنا، قال فحركت بعيري حتى إذا كنت أمامه وخشيت أن ينزل في قرآن، قال خشيت أن ينزل في قرآن. هو هذه الخشية موجودة، لأن الصحابة كانوا يحذرون هذه المسألة،
ربما أخطأ الإنسان خطأ فنزلت آية تخلد خطأه، هي مشكلة كبيرة. وكثيرة هي الأمور التي ما كان الناس يعلمونها فكشفها القرآن. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من الذي أخبر؟ من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وفضح هؤلاء الذين يقولون هذا؟ إنه الله. ولهذا القرآن الكريم يعبر لنا قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. إذا أنزلت سورة فإنها تفضح المكنون. لكن سيدنا عمر ما فعل شيئا يحتاج، وهو من أوثق المؤمنين إيمانا وأعلاهم مكانا، ولكنه كان ورعا وكان وقافا عند كتاب الله وعند مواقفه التي تقع منه. قال فخشيت أن ينزل في قرآن، وقد كان القرآن مليئا بالحوادث التي وقعت فخلدها القرآن الكريم، وهو كأنه ما أراد أن يكون لهذه الحادثة أن يكون لها ذكر في القرآن الكريم.